معاشر المتكتكين والمتكتكات، صباحكم مغربي صحراوي قح، حياكم الله. أول يوم تقريبا نستيقظ مبكرين بهذا الشكل، يعني ربما استيقظنا الساعة 6 صباحا، لأننا أمام موعد في مكان ما بين أخف النير الذي بتنا فيها والتي هي في هذا الاتجاه، وبين ما أدري، هي ذاهبون إلى بوجدور، بس في مكان صلى فيه الحسن الثاني ركعتي الشكر لله سبحانه وتعالى بعد تحرير الصحراء. سنذهب إلى هذا المكان الذي يقدره ويجله المغاربة في طريقنا إلى بوجدور وإلى مهرجان قبيلة الشرفاء أولاد أبي السباع إن شاء الله. المجموعة كلهم موجودين هنا، وهنا اللوحة تشير لي أننا على بعد 80 كيلومتر من طرفاية، و151 كيلو من العيون. اللوحات في الطريق يعني تعطينا المسافات، والحمد لله الأمور ليست بعيدة بزاف. خلينا نخليكم تسلموا على الشباب اللي معي. إنه تائه في الصحراء، هذا مخلوق غريب وجد في أعماق الصحراء المغربية، يلهث فوجدناه فأعطيناه شيئا، فها هو الآن يركب معنا في السيارة. إنه مخلوق غريب. هشام مخلوق غريب شكله في الصحراء كذا. عبد الواحد ربان السفينة، صباحك صحراوي مغربي قح. الحمد لله. انت الآن تنظر إلى أبعاد هذه الصحراء عبد الواحد. أيوة. تخيل إبراهيم غالي يريد يأخذها منك يا عبد الواحد. أين من سيملأ هذه الصحراء؟ يا أخي إحنا الصحراء مني خرجت إسبانيا، أي خلات لنا الطريق السريع هنا. الله، شوف على طريق. خلات لنا هذا الميناء اللي كنصوبوا، وهذه البنية التحتية، وهذه الطرق، وهذا الجمال. والو إحنا أيوه الاستعمار خلات شي حاجة. حتى صوبنا احنا المغاربة كلهم من كتافهم وضربوا على تمر وتمحنوا عليهم، حتى هو ابراهيم غالي والله ما يدي فيها شبر ولا دره والله، ولا هو لا ابراهيم غالي هو راه عايش. هذه بعض ذرات تراب الصحراء، تفرط فيها؟ لا والله ما نفرط، ولا حتى في هذا التراب، ولا في هذا يا اخي، ولا في هذا التراب يا اخي. احنا هذه بس صوبنا، راه احنا تعبنا عليها، بس صوب الشعب المغربي كله. الله اكبر. باش تصوب يا اخي الطريق السريع في الصحراء القاحله، وشوف ستاسيونات، شوف الطرقات في عمق الصحراء يا اخي. انتبه انا خايف الان يجي لي واحد بوليزاري ياخذني انا وانت. والله ما يديها يا اخي، والله ما يدي منها ولا. طيب احنا الان ذاهبين الى اي اسم المنطقه؟ سميتو طاح. الطاح. ايوه، مع المجموعه اللي غادي تلقاونا. احنا سبقناهم صح؟ اي تما كنصلى. كيف الصحيان بدري؟ والله في خير وبركه والله. الصحراء جوا زوين ما شاء الله. والله العظيم. يلا مشينا. شوف ما شاء الله كيديروا الدنيا. يا ابو قوس قل سلام ولا حاجه. اسعد بالله عليك، نخافوا احنا من ابراهيم غالي. ايه. وحنا دابا في الصحراء ونحن نمشي فيها، وهو في تندوف. كاين دابا عندنا كاين شي دبابات، كاين شي مدافع لقيناهم في الطريق. والو يا اخي احنا واقفين دابا هنا. تخيل لو الله ابتلاك وهكذا وانك في المخيمات يا عبد الواحد. عاودي والله لو نفسك المغاربه يسلموا ورجعوا الى بلادهم ان شاء الله. لا هذيك مخيمات العزه والكرامه. لا خوتنا المغاربه اللي هم مغاربه بصح، ايه، اللي هما داو تماك وساجنينهم، ايه، نطلبوا الله يطلق سراحهم ويجوا لبلادهم. امين. والاخرين الموريتانيين ودوك الاخرين يروحوا بلادهم يا اخي، وفرقوا علينا تشغلوا هنينا من صداع. الله يرحم والدينا السي عبد المجيد، الله يرحم الوالدين هنينا من صداع. ايوه قول له يا اخي والله العظيم تعبتي نفسك وتعبتينا معاك يا اخي. ايوه انا الصحراء مغربيه وديما غتبقى مغربيه ويأس ما رضيش يأس. هو راه عارف ما كاين والو، ما غيدي والو، ما غيدي والو. عندك الشعب الجزائري مسكين. الرحمن يا خويا اليوم الخزينه، هذاك الرحمن عايش مع راساته في فنادق وعايش من برا. بس شوف على فكره ابو مهدي ما عنده حس وطني مثلك. لا تا هو مسكين ما شاء الله عليه. هذا الرجال هشام هرب. والله العظيم غريب الاطور هذا هشام. اسعد لو كانوا البوليساري هنا هشام غيمشي على رجليه والله ما صح. صح احنا مرتاحين في بلادنا الحمد لله. يلا مشينا. يلا تحياتي لكم المغاربه. الى اللقاء. سنناقشكم من شان الشعار هذا عمل لنا، ونحن ما زلنا في اخف النير. يعني ونحن ما زلنا في اخف النير
الشعار الذي في السيارة عمل لنا يعني ضجة كبيرة صراحة. والله يا اخي والله يشوفوا السيارة وانتظروا عندها. الرجال مشى علينا لا يسرقوه. لا والو. والله يا اخي البلاد الامن والامان. والله امن وامان. ودينا احنا دابا شو بالله عليك. ها قد حطينا الشعار. والله يا اخي انا الحمد لله غادي. انت ما خايف من شوف الرمله شرونا. الله. شوف الكثبان الرملية هذه ما شاء الله. يا اخي انت اين ذهبت يا هشام؟ ما تخاف احد يختطفك ولا شيء؟ ها؟ طيب انظر الينا يا اخي، انظر الينا. امان في بلاد الامان. امن وامان. نعم. على فكرة انت اصبحت الاحسن واحد يتحدث في المجموعة. والله اصبحت لبق يا اخي، اصبحت لبق. والله العظيم. ابو مهدي عدو هذا وانت ما دخلت مدرسة. ابو مهدي داكي عليا بزاف. ابو مهدي ما شاء الله. لا انا شايفك بدأت يا اخي تنطلق شكلك والله لا قلتي هذا ابراهيم غالي بغينا نقسموا معاه الصحراء. ايوه. واش عنده باش يحق على هذا؟ شوف لك يريد يتقسم معك هذه كلها. يا اخي احنا راه هذا الشيء من كما قلتي من عرق كتافنا، بس صوبنا هاد الطرق هذو باش من عرق جبيننا. احنا الدارجه المغربيه كنقولوا كتافنا. شفت الشاحنة يا اخي هذه اين تذهب؟ هذو غاديين لافريقيا. افريقيا. اي كل واحد. اي اسم المنطقة لا اللي رايحينها. طاح الى الطاح. السلام عليكم. اهلا من ميناء طرفاية. انا الان في مرسى طرفاية وامامي بعض الاخوة الصيادين هنا، وارى هذا اخطبوط. كرامة. كلامار. بارك الله ما شاء الله. ايش هذا المخلوقات يا اخي؟ اي هو هذا الاخطبوط صح؟ هذا كرامة. حبار. ما شاء الله. الصيد البحري هنا في مرسى طرفاية قائم على قدم وساق. هذه خيرات الصحراء المغربية في واحد من أهم موانئها ومراسيها، وهو مرسى طرفاية. طرفاية ما عرفته عنها أنها تحررت قبل المسيرة الخضراء. كانت طرفاية قد تحررت مع سيدي إفني، وأيضا مما قرأت عنها أنها كانت تجمع لجيش التحرير. جيش التحرير تجمع هنا في مدينة طرفاية، وينحدر منها كثير من الثوار المغاربة. طرفاية لها تاريخ كبير مع الصراع مع أكثر من مستعمر فرنسي. ربما الفرنسيين مش متأكد، لكن الأسبان كانوا هنا، البرتغاليين كانوا هنا. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي. حاضر. أخينا الكريم، اسمك الكريم؟ أيوب الوتير. أيوب، أنت قلت لي أنك ناشط معنا في مواقع التواصل. نعم. من طرفاية. أنا ربما أوردت معلومات خاطئة. هل ما هو الاستعمار الذي كان متواجد هنا؟ الفرنسيين؟ مدينة طرفاية كان فيها الاستعمار الإسباني والإنجليزي، بحكم أنه كاين دار كسمار. الإنجليز كانوا هنا؟ الإنجليز هنا. والبرتغاليين؟ نعم. والبرتغاليين؟ يعني الفرنسيين ما أتوا هنا؟ لا، الفرنسيين فقط كانوا مع البريد الجوي انطوان دو سانت-اكزوبيري. من فرنسا طرفاية، من بعد كيمشي سلسة لوي في السنغال. طيب ما أهميتها النضالية؟ هل انطلقت منها ثورة؟ هل تجمع فيها جيش؟ مدينة طرفاية هي المركز ديال المسيرة الخضراء، ونحن نتحدث عن المسيرة الخضراء في ذكراها قريبا. كانت تجمعت مئات الآلاف، 350. لكنها هي كانت قد تحررت قبل المسيرة الخضراء. نعم، تحررت 1958. استرجعت 58 ولا 69؟ لا 58. في 58. نعم 58. شفتوا أول عمالة. أنا أخذت واحد من أبناء المنطقة حتى يعطيكم المعلومات الصحيحة، لأنه أنا يبدو أن معلوماتي كلها شوشعية. 58 ومدينة طرفاية العيون والصحراء 1975. أحسنت، شكرا لك. مرحبا. إذا أخذنا الكلام من أحد أبناء هذه المنطقة وهو ناشط. أحسن، لأنه أنا بصراحة دخلت كذا خربطت في ويكيبيديا وجوجل وما أعطاني شيء مضبوط. إذا الإنجليز تواجدوا هنا، مساخيط الوالدين. الإنجليز شوفوا أقول لكم حاجة، ما دام تواجد الإنجليز في ميناء طرفاية ما دام تواجد الإنجليز هنا في ميناء طرفاية فمعناته أنه ميناء مهم جدا. الإنجليز أخطر ناس في اختيار الموانئ. يعني ميناء عدن جاءوا له خصيصا، لم يحتلوا أي مكان في اليمن إلا الميناء. ميناء عدن لأهمية الاستراتيجية. وما دام أن الإنجليز كانوا في ميناء طرفاية فمعنى هذا أن
أن طرفاية وميناءها مهمين جدا جدا. الله يعاونكم يا اخي، الله يعاونكم. حياكم الله. اسعد اتفرج فيك. فرجوا فيني. تابعوكم من البحر وفي ذر. الله يعاونك. الله يعاونكم، الله يعاونكم. مع السلامة يا اخي، شكرا لك. عبد الواحد دخل إلى الميناء بتصريح رسمي، أصبح له هيبة. عبد الواحد أيوة. الصحراء المغربيه هذه نعم سيدي هي مدينه. شوف على خيرات في الأسماك يا أخي، ما شاء الله. ايوه ودي ابراهيم غالي. والله ما والله العظيم ما يدي منا لا ولا سمكة ولا سردينة. قال لك الرحماني بغى يا رحماني مرحبا به، يجي لبلادو ما كاينش مشكل. يجي لرحمنا. خليه يا صاحبي راه في صالحنا. احنا اللي بغى يجي مرحبا به. خليه يا صاحبي راه وتينهب. الداخله يجي عندنا زي مرحبا به. صح. طرفاية مدينة صغيرة، أهم ما فيها هو المرسى تقريبا والرصيد التاريخي والنضالي لها. احنا الآن متجهين إلى الطاح ومنها إلى بوجدور. اليوم سنبيت إن شاء الله في بوجدور، وتحياتنا لشرفاء أولاد بيسبع إن شاء الله قادمون إليهم بكل حب وبكل شرف. تحياتي. الله يجعلهم من هنا ريحا وروحا من الطاح هنا حيث صلى الملك الحسن الثاني في هذا المكان، في فعاليات جميلة جدا 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 يغطيها المبدع شعارنا الله الوطن الملك. الله أكبر. التغطية كلها في اليوتيوب. التغطية في اليوتيوب مع أبناء قبيلة الشرفاء أولاد بيسبع. هنا نحن معهم في الطاح. التغطية في اليوتيوب. ما في تكتكة. مع السلامة. حياكم الله معاشر المتكتكين والمتكتكات. وصلنا مدينة العيون في وقفة بسيطة قبل أن نواصل إلى بوجدور. موكبنا مع بعض الإخوة الذين تحركوا معنا من الطاح يتجمعون هنا، وسنتجمع في مكان ما داخل العيون. وبعد مدينة العيون إن شاء الله سننطلق إلى بوجدور. الموكب يخضع مثلا بعض الإجراءات، يعني في الإخوة هناك الشرطة أو الدرك. السيارات تأتي متتالية. حياكم الله. الله يحييكم. أكمل لكم السيارات كثيرة لكننا لن نكمل الكل، لأن بعضها تتوقف هناك عند المدخل، تتوقف ولا تأتي تباعا كما تشاهدون. وصلنا مدينة العيون، وإن شاء الله نواصل المسيرة إلى بوجدور، إلى المكان الرئيسي للاحتفال. يلا ننطلق. بقية السيارات ربما أنها متأخرة، ربما أن بقية السيارات. حياك الله يا أخي. أهلا يا وني بيك. خير خويا اسعد. أهلا. هيا نكتفي بهذه، والبقية نلحق بها هناك إن شاء الله. صور مصغرة أرجوك. السيارات ما زالت تمشي. حياكم الله. اهلا حبيبنا، كيف الحال؟ الله يحفظك. عاوس هذه الجاليه المغربيه هذه. العيون عيني. ساقية الحمراء ليكم. مرحبتي بولاد النومر. حياكم الله. من مدخل العيون الشرقي او الغربي ما ادري انه. جمعية الحامل حياكم الله المستدامة. تحياتي لكم. انا اصور بقية السيارات. تحياتنا الاخوة في فرنسا. قبيلة ابناء بالسيدة. السيارات ما رضيت تخلص. مرحبا. جماعة المعدر. الله يرضي على السياسة الشرعية.
جدنا مولاي عامر الهامي المسقط رصيد من 170 هجريه. حسن كيف تشوف حسن كيف التاريخ هجريه. إذن وهذه سيارة أسعد الشرعي الذي تجوب الصحراء شرقا وغربا. نحن هنا، أين أنتم؟ الله أكبر، العيون عينية. يا أخي من الذي وسخ الصورة ديالي؟ نحن هنا، أين أنتم؟ نحن هنا، أين أنتم؟ الشرعي تي في. نحن هنا، أين أنتم؟ يلا يا أخي ننطلق. يلا يلا يلا. هذا المدخل الجنوبي ولا الشرقي ولا الغربي ولا ما هو؟ هشام شرقي. وهذاك المدخل الجنوبي ولا غادي نلقاه قدام. اي يلا يا مشينا بسم الله. اطلع السيارة يلا هشام. مشينا يلا مشينا. جلالة الملك محمد السادس والأسرة العلوية. ما زالت سياراتنا تتوافد، لكن يبدو أننا سنكمل الموضوع. إلى اللقاء. اكتملت. إذن استراحة محارب هنا في العيون. العيون عيني والساقية الحمراء لي، والواد وادي يا سيدي، والواد وادي شي وفي كفوف السلامة. يلا زعلتوا عبد الواحد. هيا إلى العيون. احنا دخلنا العيون من مدخلها الشرقي، قادمون من طاح. هذه العيون سألتقط لكم بعض اللقطات فيها إلى أن نتوقف ونفتح اللايف. هذا هو المكان الذي سنتجمع فيه تقريبا. بعدين نتجمع في مكان ما ونفتح اللايف على اليوتيوب قبل أن ننطلق إلى بوجدور. هذا العيون التي تفوق في تنميتها وفي جمالها عواصم عربية ربما، وتنمية كما ترون تتغير العيون. هذا الكلام ما كناش نشوفه هنا، صدقوني. العيون من عام إلى عام. يا هشام أول مرة ستدخل العيون أنت صح؟ أي شوفوا هذا الحامية العسكرية. ما باتش في عيون هذاك السوري. لا ألا يما، أهلا بالعيون. توحشت العيون. إن العيون التي في طرفها حور. والله توحشت العيون. أنا العيون زينة. العيون زينة يا سلام. هذا شارع المسيرة ولا شارع مكة؟ نسيت الأسماء والله العظيم، رغم أنني كنت أعرف العيون زنقة. احنا نلقوا الحديقة على اليسار. لا أم صاعد نروحها في الليل. نحن ما زلنا معهم. الموكب كبير، مشكلة السيارات كثيرة جدا، ما تقدرش تتجمع في مكان واحد. هي ديال احنا دابا تركزنا. لاحظوا كثرة النوافير في العيون، واضح جدا كثرة النوافير. هذاك سميتو دير الحين احنا هشام دير. شوف انا على فكرة ممكن اوريكم العيون. انا هذا شارع. خلينا تالفين. انا عجبتني ان احنا تالفين. زين والله زين نلف العيون. الله على جمال العيون يا جماعة، دينا رائعة يا أخي. المطبات بتمسحن مسح أنت. كثير قتلنا بزاف. عندك جدرة هاي الله. هاي واحد نبت فاديك شوفوا يقول هذيك نقبت فينا شريفية جدنوية وعندنا. هذا بيوقفونا، ما نوقف يا أخي حرام. الله يمشي السيد ده. يمشي علينا السيد. وقفوا. أهلا وعليكم السلام. وسهلا. كيف الحال يا أخي؟ السلام عليكم. الله يحفظك. لا أنا خارج غير على أهلا بس نشوفكم. الله يحفظك. عبد الواحد ويبارك فيك. اهلا وسهلا. انا ابو مهدي. ما عاد نقدر، احنا حطينا اللوحة. بخير. الله يحفظك يا ولد. على السلامة على السلامة. الله يحفظك. دايما الله يكرمك. الله يكرمك. والو خاصني نشوف تعرف. الله يحفظك. هدست الكوكبة دابا. اي الله يحفظك ويبارك فيك. اسمك الكريم، اسمك وعزو وانا من اكادير. راني غير انت من اكادير. اي من اكادير. الله يحفظك. الله يحفظك. حياتنا لك. ادعي لي. الله ييسر لك الامور. امين. وكنحبوك. لا اله الا الله. لله. الله. كنحبوك بزاف. الله يحفظك. الله يحفظك يا ولد. الله يحفظك. ولا الملتقى ان شاء الله باقي انا هنا ان شاء الله، واحنا سنعود ونشوفك. يلا. الله يحفظك. يلا مع السلامة. يا امان الله. ايوه طاح. خليني ابى اجيب ديالكم
لا ديالي الحامل. شكرا لك يا ولد، مع السلامة. راح اضربه. كنتبعوكم دائما. الله يحفظك ويبارك فيك. ما أطيب هؤلاء الناس يا أخي، والله طيبين بزاف. سباب المدي. إذا الشعار الذي في السيارة سيلزمنا أن نتوقف. هذا محمد. أهلا، تعال. واش نمشيو لهم قال سيروا واش قال؟ بيلحقنا مشي. المشكلة إذا وقفنا بننفصل عن الموكب، انا انفصلنا عليه فينا. بننفصل عن المجموعة. هذا العيون كحل يا جدك. العيون يا ابراهيم غالي. العيون وما ذاك ما العيون. كحل عينيك. عبد الواحد اليوم ماسك في ابراهيم غالي من الصبح. لاحظتوا كثرة النوافير كثيرة بزاف في العيون. والواد وادي يا سيدي، والواد وادي. إذا نكتفي بهذا القدر، نراكم إن شاء الله في بوجدور، وبعد قليل مباشرة والله انقدي خربطة في اللغة العربية. بعد قليل إن شاء الله تشوشعتي. بعد قليل إن شاء الله سندخل في لايف على اليوتيوب إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اليوتيوب.